النهارده انا هقول لكم بقى حاله تحت سلسله الافرو كيرلي هير. الحاله دي بقى كان فيها تحدي تاني، ان هي كان عنده قشره دهنيه مزمنه عامله اكزيما دهنيه والتهابات فروه الراس، وطبقات القشره الدهنيه لازقه في فروه الراس. اخدنا طبعا كورس علاجي حوالي مثلا شهر ونص شهرين، عالجنا فيه الحمد لله الاكزيما الدهنيه وقضينا فيه على القشره الدهنيه تماما، واتجهنا بقى لزراعه الشعر الطبيعي. طبعا هي كانت حاله افرو كيرلي هير. الشعر طبعا كان مجعد، المنطقه المنحى كان الشعر فيها متشابك متعدد الاتجاهات، زوايا الميل كانت صعبه جدا، الجلد نفسه كان تخين. كل دي طبعا تحديات الحمد لله احنا واجهناها، وقدرنا نوصل بفضل الله تعالى بعد 6 شهور بس من زراعه 2000 جرافت للنتيجه المذهله اللي انتم شايفينها دي. كثافه متناهيه جدا طبعا، الحمد لله خط الشعر طبيعي، رضا تام وسعاده على وجه صديقي العزيز. مش قادر فعلا اوصف لكم مدى السعاده اللي كانت على وجه صديقي العزيز بعد الحمد لله ما حققنا له نتيجه، وخصوصا ان هو زار اكتر من مركز وقالوا ان لا انت حالتك صعبه والنتائج مش هتبقى كويسه، والاكزيما الدهنيه هتعاند الزراعه، واصل المنطقه المنحى مش كويسه، فيعني من الاخر كانوا بيطفشوه. طريق السلام انت. سلام. الحمد لله انا لا قبلت الحاله واشتغلتها، عالجتها وهيأتها، والحمد لله طلعت منها احسن نتيجه ممكنه بفضل الله تعالى. وانتظروني الفتره الجايه ان شاء الله في نتائج مماثله للافرو كيرلي هير وحالات زراعه الشعر الصعبه بكل انواعها ومعاييرها.